الموضوع بيبدأ في الجهاز العصبي السمبثاوي، وده بيشتغل لوحده اوتوماتيك لما الجسم بيحس ان في خطر. يعني اسد بيجري وراك، عربيتك بتتقلب 4 قلبات، بتغرق في البحر، بعيد الشر عنك يعني يا حماده من كل حاجه وحشه. انا بديك مثال. المخ بقى في حاجه اسمها اللوزه الدماغيه، واتكلمنا عنها قبل كده. بتعمل ايه بقى الست لوزه؟ بترن على الغده الكظريه، ما تحفرش اسمها مش هتيجي في الامتحان. هي عموما فوق الكليتين عشان لو حبيت تبيعها ولا حاجه. الغده الكظريه دي اول ما الغده الكظريه بتسمع الرنه بتاعت لوزه، بتعرف ان سيد شيبه معاه حكايه، تبدا تفرز الادرينالين. ده بيعمل ايه بقى الهرمون ده؟ بيحاول على قد ما يقدر يحفز جسمك عشان ينقذك من الخطر. والله اجدع من نص اصحابك. بيخلي القلب يزود ضرباته عشان يوزع الدم اسرع، بيخلي الشعب الهوائيه تتسع علشان النفس يكون اسرع والاكسجين يوصل للدم اسرع. احنا بنموت مفيش وقت المرقعه. بيخلي حدقه العين تتسع عشان تشوف احسن. بيحول الطاقة المخزنة في الجسم على شكل سكر لجلوكوز. ورانا عضلات يابا محتاجة الطاقة دي، عارفين ايه اللي داخل علينا؟ بيقلل العمليات الغير ضرورية خالص. مفيش وقت للهضم والكلام الفارغ دلوقتي، احنا في حالة طوارئ. اديني عرق كتير، عرقني وغرقني.